السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه؟ خلاص يا جماعة الشتاء هل وروايحه الحلوة وخضاره الجميل. كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل القرنبيط بطريقة امي وامك من غير اي افتكاسات خالص. تمام، الطريقة العادية بتاعت زمان. هنرجع بقى بينا كده لورا من غير بقى القرنبيط الكنتاكي واللي مش كنتاكي، لا هنعمله النهارده بطريقة عادية خالص من غير أي افتكاسات. ماشي يا جماعة، النهاردة معانا ايه؟ معانا القرنبيط. جبناه وقطعناه بالشكل ده قطع صغيرة كده. تمام، شوفوا أبيض زي الفل ازاي. وحطينا المية بتغلي على النار اهي. حطينا فيها ايه؟ معلقة ملح صغيرة ومعلقة كمون عشان الغازات يا جماعة. تمام، وهبتدي ايه؟ ننزل بالقرنبيط بتاعنا. زي ما قلت لكم حجم القرنبيط زي ما انت عايزه تكبري عن كده ماشي، عايزه تصغري ماشي. المهم قطعناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وغسلناه كويس جدا. لازم يا جماعه يتغسل حلو كويس كده. تمام، وبعدين حطيناه يتسلق. هنسيبه بقى. القرنبيط عندي مش هياخد وقت يا جماعه، القرنبيط ما بيستحملش قوام كده وبيكون استوى. طبعا انت بتسويه نص سوا عشان لسه هنعمل له خلطه جميله رهيبه كده ونقليه لسه. فتمام، احنا دلوقتي هنسلقه. خلاص، مش هيقعد كتير على النار. نص سلقه واطفي عليه واشيله على طول من الميه. هنا بقى القرنبيط بتاعنا زي ما انتم شايفين استوى خالص ازاي. هنبتدي بقى نشيله خالص كده من الميه. تمام، براحتنا خالص كده زي ما قلت لكم نص سوا يا جماعه. بالشكل ده. هنا بقى ايه؟ عندي كوبايه ونص من الدقيق المنخول. تمام، هنزل عليه بحبه ميه واحده واحده كده. وهنبتدي ايه؟ نقلب الدقيق بتاعنا كويس جدا جدا. هنا بقى قلبناه لحد ما ايه؟ بصوا عامل زي عجينه البانكيك كده يا جماعه. تمام اهو. هنزل عليه بايه؟ بالبيضه. قلنا بيضه بقى، يبقى نحط التوابل اللي هي ايه؟ فلفل اسمر طبعا، وانا بحب الفلفل الاسمر في القرنبيط. وملح، وما تكتريش الملح عشان نحطه في التومه. ومعلقه كزبره صغيره، معلقه كركم، معلقه كبيره كده من الشطه. تمام، طبعا الشطه حسب الرغبه. وعندي معلقه كبيره كده فلفل، قرن فلفل حامي على الثوم يا جماعه. دقه كده مع بعضه مع الثوم. تمام، وعندي اللهم صل على النبي الخضره عباره عن شبت، ويعني عودين شبت على عودين كزبره على عودين كده ايه؟ بقدونس. حطينا الكركم صح كده؟ صح. هنقلب كل المكونات دي بقى. وكان عندي كمان بتاع دوت زعفران. حطيت سنه صغيره كده من الزعفران، بيديني لون حلو قوي قوي للقرنبيط. ونقلب كويس كده يا جماعه. ظبطي ملحك بقى والشطه بتاعتك كده. تمام، انا كده صارت عندي الايه؟ الخلطه الرهيبه دي جاهزه. تمام كده زي الفل. نقلبها كويس كده ونبتدي ايه؟ نتكل على الله نقلي بقى على طول. كده الخلطة بتاعتنا زي الفل. بنبتدي بقى نحط القرنبيط بتاعنا. بسم الله اهوت بالشكل ده. ونغمره كده بالخلطة بتاعتنا الجميلة دي. طبعا الزيت على النار يا جماعة، حطه عشان يسخن اهو بالشكل ده. تمام كده زي الفل اهو. يلا نبتدي نقلي بقى. هنا بقى بنبتدي نشيل كده بالراحة بشويش، ونروح حاطين في الزيت بتاعنا السخن ده اهو بالشكل ده. شايفين كده زي الفل اهو. بصوا بقى قطع القرنبيط بتاعتنا. طبعا انا ببتدي ايه؟ بالمعلقه كده اجيب عليها الزيت عشان كله يستوي يا جماعه. القرنبيط بتاعنا كله يستوي كده مع بعضه اهو
بالشكل ده. تمام كده بقى هنبتدي نقلب بسم الله من الناحية التانية. بصوا كده قد ايه لونه جميل وتحفة اهو. بسم الله اهو يا جماعة، اللون واخد اللون الذهبي الجميل ده اهو. الناحية التانية شايفين بقى الجمال، بسم الله ما شاء الله. حطينا مرة كمان. تمام لحد ما نخلص الكمية يا جماعة اللي عندنا بالشكل ده. وده كده حبايبي شكل القرنبيط بتاعنا، شايفين الجمال ولونه الذهبي الخطير، وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل.